طب ايه يا ايهاب، انت مش عامل لي فيها مارد وجامد في الاكل؟ انا عايز اكل حالا اكل جامد. عايز تاكل اكله جامده؟ يا ريت. طب بقول لك ايه يا عليا، بص الحته دي طير انت. ايه ده يا ايهاب؟ ايه ده؟ انت جبتنا فين يا ايهاب؟ وصلنا يا اخي المكان اللي هيعمل قلبان في مدينه نصر الفتره اللي جايه، وهو دبل بي. وبقول لك هيعمل قلبان لان كواليتي الاكل عندهم نظيفه جدا، وهم اللي بيصنعوه بنفسهم، وكمان هم اللي بيكبسوه، والاسعار كمان مناسبه جدا قدام الكواليتي اللي بيقدموها. وعايز اقول لك ان هيبقى في خصومات ومفاجات كتير قوي الفتره اللي جايه في الاوبننج بتاعهم، فما تنسوش تتابعوهم وتتابعوني. وعنوانهم سهل جدا، هم في عباس العقاد تقاطع مصطفى النحاس تحت الكوبري ورا سلك الكي على طول. هسيبك تكمل الفيديو يا اخي. وشيش طاووق خلصانه. طلبنا المنيو كله تقريبا. نبدا بالفرايز. دي بقى الفرايز العاديه، وهنا جبنا الجبنه عليها هاليبينو. تتبيله البطاطس عندهم حلوه يعني، الهاليبينو طرش. احنا ممكن ناكل دي وما نكملش الاكل. بيقول لك كل ده كوردون بلو. تركي صح؟ تركي وفوق موزاريلا وتشيدر ومحشيه من جوه شيدر. جامد. طعم الجبن جامد قوي، محترمه جدا. التشيكن كيف ده جامد قوي بصراحه. حاجات هذا الكفته هو اصلا مش بيبقى كده، هو بيبقى بعيش شامي، بس هم طلعوا لنا في فرنساوي لان لسه احنا جايين في السوفت اوبننج مش جايين في الاوبننج. التدخينه بتاعت الفحم باينه قوي في اللحمه بصراحه. كواليتي اللحمه في السوق كان الناس شغاله بيه. كواليتي اللحمه دي انضف لحمه في يعني من انضف اللحم اللي اكلته في اخر فتره. خش بقى على ده صح؟ ده الشيش. برضو الشيش نفس فكره الكفته، بيبقى شامي ما بيبقاش في عيش فرنساوي. اللي بيحب الشيش هيتكيف قوي قوي. دبل بي تشيكن طبعا جبنا اثنين، دبل بي تشيكن دبل بي بيف. ده الحاجتين اللي هم باسم المحل، فاكيد هيبقى اجمد حاجه. فيلا كواليتي السندوتشات جامده قوي بصراحه. يا رب يكملوا على الكواليتي كنترول دي. دبل بي تشيكن زي الرانش برضو، بس ده موزاريلا ستيكس، والصوص بقى جاي صوص ساوزند ايلاند. بعد كده الجبنه بقى بتاعتهم برضو من تحت تركي. برجر طرش بصراحه جامد. خلي بالك ده ميد، احنا اللي عاملينه، ما نشتريهوش جاهز بصراحه. عايش فيه هو تقريبا محشي جبنه من جوه برضه. ايوه محشي جبنه زي من البيف، جوه. محشي جبنه برضه. احنا اللي بنعمله هنا وكابسينه هنا وكل حاجه. الدبل بي جامد. بص ده بقى ده الدبل بي بتبقى لحمه مشويه، وبعدين جنبيه بيكن، وبعد كده موزاريلا ستيكس، وبرضه الجبنه طبعا. العيش زي ما انتم شايفين طبعا كواليتي العيش ضخم جدا وما شاء الله. برضه نفس الكلام محشيه من جوه اهي. لا البرجر جوسي. اللحمه تصنيعها حلو قوي بصراحه الدبل بي تشيكن ده اكتر حاجه هنا بصراحه، اجمد حاجه عجبتني. وبامانه انا عرفت من استاذ بكر ان هو ان انتوا اللي بتصنعوه في البيت، فبصراحه عاش جدا. بعد المعركه دي بقى كلها وانت شايف الدنيا بايظه ازاي، فتعال اقول لك لو جيت هنا هتاكل ايه. مبدئيا ارشح لك جدا الدبل بي تشيكن. دبل بي رانش هو بس الفرق ان ده رانش وده ايه صوص ساوزند ايلاند. فانت بتحب ساوزند ايلاند تطلب ده، ولو بتحب الرانش هتطلب ده. بعد كده الدبل بي بيف ده حلو قوي. بعد كده الشيش يكسب جدا، والكفته. الكوردون بلو هو خارج عن التقييم. انا الكوردون بلو ده توب التوب. هو اجمد حاجه انا اكلتها هنا كوردون بلو بوم. وموز ايه رايك؟ بصراحه يعني حاجه زي الفل. 100 100 والله. 100 ونشد على الاسم. بس كده يلا بينا نشوف راي المارد. لا اخويا المارد روق عليا جامد بصراحه. انا تمام. يلا نقفل الفيديو. يلا بينا اقفل يا موزه.